الحكاية باختصار 30 يونيو ده انتصار، ثورة جاية بعد دمار. الإخوان الأشرار خدونا من الدار للنار، وأهم حاجة الشعار نحمل الخير لمصر وهم بيحملوا الدمار. الإسلام هو الحل وهم للدين تجار، سنة سودة طلعونا فيها كلنا كفار، وكل يوم يتقطع الطيار، ولا في بنزين ولا في سولار. انتفض الشعب وصار ونزل واخد القرار، وحمانا جيشنا الجبار بقيادة قائد مغوار عام ضد التيار، ووقف في وشه الكبار امريكا والغرب اللي كانوا عايزيننا ننهار. بوظ حلمهم انبخر وطار حلم اوباما ونتنياهو المكار. وطبعا ده ما عجبش الاشرار اللي جات لهم حالة انهيار، اللي لبس نقاب واللي اتمسك في المطار واللي عمل دوجلاس واللي عمل سشوار. وبدأت الأوامر في الإصدار، وبدأوا في اغتيال شخصيات كبار، وكل يوم يحصل انفجار في مساجد وفي كنايس بكل خسة وعار. وفي سينا على خط النار قتلوا جنودنا الأطهار، رحم الله شهدائنا الأبرار. وطلع واحد من أهل النار قال كده باختصار: سينا هيفضل فيها دمار، واحنا المرسي في انتظار. وجيشنا مسكتش واخد بالطار، يسلم القائد اللي اخد القرار، ووقف جنب شعبه ضد الاشرار اللي حط مصر على طريق الازدهار، خلاها رافعه راسها وسط الدول الكبار. كلنا معاك يا ريس هنكمل المشوار. الحكايه باختصار 30 يونيو ده انتصار. أنا ابن